طبعا المدارس داخله، كل سنه وانتم طيبين، يعيد عليكم الايام بخير. تعالوا نروح نجيب بقى ايه من العتبه كده حاجه المدرسه ونشوف الحاجات اللي احنا محتاجينها. دي هنا الشنط، بس بصراحه يا بنت الشنط والحاجه هنا سعرها رخيص. يلا بينا نشوف هنجيب ايه النهارده. دي مقالم دي مقالم بس مش عارفه بكام. هو مين اللي واقف هنا؟ المقلمه دي بكام لو سمحت؟ بكام المقلمة؟ ايه؟ بقول لك الكبيرة دي على رسالة؟ دي كده ب20، بس اكيد يعني ممكن تاخديها ب15. ايوه دي هنا الاقلام الدستة حلوة. هناخد لها دي، هناخد لبنتي دي. ده هنا الاقلام والحاجة. بحب الاقلام دي قوي. اسأليه القلم بكام؟ لا سمحت. بقول لك لو سمحت. وعايزة لك انت هاتي قلم كوريكتور. كوريكتور في الاقلام اللي هناك دي حلوة قوي. الاقلام دي تحفة قوي. ده صح كام كده؟ ب10. معلش هاتي 2. هاتي واحد ولد واحد بنت. طب هاتي بس من ده. امال ايه ده؟ بس مش عارفة. لا حلو والله. مكانه فين؟ دي 100 الواحد. مش عارفة بقى تيجي على اي حد عادي. هتقول لي هاتي الاسود. شكله حلو وطري. بقول لك يا حبيبتي الفرده ال 41 بنتي من 38 ما فيش منها. المقاسات كلها بس هنا اجيب حاجه من هنا؟ دول بتوع الأطفال. تجيبين اصلا عشان اكسر الغاية طبعا صح؟ جبتي؟ شكلها حاجات حلوه. دي اشياء حاجه حلوه. بس اشياء حلوه قوي. ها؟ بكام ده يا بابا؟ دي الشرابات 35 وفي ب50 واللانش بوكس ب70. ايوه انا عارفاه. 35 اسعاره حلوه. انت مش هتجيبي الحاجات دي؟ يلا. ده هنا بقى كنا بنجيب شنط اللي هي بتاعت الدروس وكده. برضو كان اسعارها حلوه جدا، كان في متناول مثلا من 100 150 130 على حسب بقى نوع القماشه بيختلف السعر. بس شلت الصوت هنا لاني بصراحه انا كنت واقفه جنب الميكروفون فكان الصوت ازعاج فوق الفظيع. وصح نسيت اقول لكم ان هناك دستة الاقلام بتبدأ من 30 جنيه فيما فوق. هتجيبي شبشب ليا. هنا بقى كان مرحلة الشنط، والشنط كانت يعني اسعارها في متناول الجميع. بتبدأ من 250 300 في 500 في 1000 على حسب نوع القماشة وعلى حسب الجودة بتاعتها عاملة ازاي. في كل الاسعار اللي انتوا عايزينها، وبصراحة كلها تشكيلة حلوة. وفي كشاكيل زي ما انتوا شايفين كنا جايبين الدستة ب75.
عايزة اجيب فوط. هنا بقى كنت بجيب الكشاكيل اللي هي السلك. الكشكول السلك الكبير ده كان عامل 35 جنيه، ده اللي هو الكبير. تمام. في الكشاكيل الصغيرة هتشوفوني ماسكاها دلوقتي، وكان في كشكولين، الكشكولين مع بعض عاملين 40 جنيه. بس الكشاكيل الصغيرة الدستة انا تقريبا قلت لكم من شوية عشان ما سمعتونيش كويس، كانت الدستة ب75 جنيه. وكان في كمان عنده مقالم. المقالم كانت عنده بتبدأ من 50 فيما فوق، دي اللي هي المقالم الكبيرة. ده الكشكول اللي بقولكوا عليها اللي هو بيطلعهم ده الكشكولين ده الاتنين مع بعض دول عاملين 40 جنيه. بس كانوا حلوين جدا صراحة، اخدت منهم يعني. استني، ايه ده؟ انت لسه ما حطيتش لايك ولا اشتراك ولا فعلت الجرس؟ لا زعلتوني بقى. انا قاعداكم معايا كده بوريكم كل حاجة، في الاخر ما عملتوش اي لايك ولا اشتراك. دي بقى المقالم الكبيرة اللي انا لسه كنت بقولكوا عليها اللي هي 50 فيما فوق. اما المقالم الصغيرة اللي هناك اللي على جنب دي ب20. طبعا وانتي قاعدة في مكانك اهو جبتلك اسعار كل حاجة. كل اللي عليكي احسبي حسبتك وتوكلي على الله، انزلي هاتي حاجتك. دي كده بقى تشكيلة تانية من الشنط. والشنط اللي انتوا شايفينها دي كده اللي هي بتتجر. الشنط دي بتبدأ من 650، وبتبقى عبارة عن 3 قطع اللي هي الشنطة والمقلمة والشنطة اللي هي بتاعت اللانش بوكس. فبتبدأ من 650 يعني فيما فوق، في حاجات اعلى من كده كمان بكتير. فتشكيلة هناك حلوة جدا وكتيرة جدا، يعني اختاري اللي انت عايزاه. وعلى فكرة برضو قماشتها حلوة، يعني في حاجات قماشتها حلوة، انت اللي بتختاري القماشة اللي انت عايزاها بالسعر اللي انت يعني شايفة ان هو بالنسبة لك مناسب. هنا كده كنت بقى بلف على الشنط و بجيب بقية حاجتي. طبعا لو وصلت هنا تاني هرجع اقولك ما تنسيش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. نورتوني وشرفتوني. انا هبة السيد. وقال ده 50. ده ب50. هتقولي بقى في مدينة عيد ميلادي. يا سلام. يلا برضه 2 احتياطي من دول. الاتنين ايه؟ 2 احتياطي من دول. وريني كده من جوه عامله هتجيب ازاي. دي احلى يا خالتي. يقعدوا دي بكام ده؟ بكام ده يا حاج؟ 35 3 ب 100 وهنا 4 ب 100. حلو ده. حلوين ده. يا ستين يا ماما، يا ابني رايح فين يا ابني؟ امال ليه ما بيعملوش المدارس في الصيف؟ الايه؟ ليه ما بيعملوش المدارس في الصيف؟ لفي ده كده، لفي ده كده. عليه. يلا بينا. بكام الشنط؟ بكام الشنط؟ يعني دي بكام؟ 340. ولا بوبو؟ هما لا الحاجات دي لا. 350. عايزة اجيب الرواب. خد ها؟ لا يلا. وهنا بقى دي الكوتشيهات كانت سعرها بتبدأ من 150 فيما فوق. في لا وفي كمان اعلى من كده، يعني في حاجات ممكن توصل 400 كمان، بس حسب المقاس بتاعها بيختلف سعرها. طبعا انا شايله في اماكن معينه من الفيديو الصوت، لان كان في صوت مزعج جدا لدرجه رهيبه، بس معروف ان العتبه يعني صوتها عالي جدا. اي شنط مدارس ب 150. بيقول لك اي شنط مدارس ب 150. هنا كده بقى كنت دخلت على مرحلة الطرح، وكانت الطرح بتبدأ من 50 جنيه، اللي هي طرح المدارس اللي هي البيضة او ايا كان بقى طرحة مدرستك لونها ايه. فانا جبت واحدة ب65 عشان مقاسها اكبر.
يعني بيختلف. انا كمان جايبه واخداها ب60، فبيختلف حسب الحجم بتاعها. انا هنا بقى كنت خلاص لقد استنفذت كل طاقتي وجبت كل اللي انا محتاجاه وعايزاه، فجبته وخلاص الى طريقي الى البيت. وانا ماشيه كده طبعا هصور لكم اي حاجه تيجي في طريقي، لو اي حاجه عجبتني اكيد برضه هاخدها معايا. اصل هي دي مشكله هناك، ان انت طول ما انت ماشيه في الاماكن وطول ما انت بتبصي وتتفرجي بتلاقي نفسك طب اخد من ده، طب بس هنا بس وخلاص مش هاخد حاجه تاني. هي دي مشكلتها. بس الحلو هناك صراحة ان انتي من مكان واحد بتجيبي كل اللي انتي محتاجاه وكل اللي انتي متطلباه، سواء هدوم، شوزات، سواء طرح، حاجة المدرسة، بكل مجاميع حاجة المدرسة كلها. ف بحب صراحة ان انا اجيب الحاجة كلها من هناك، اللي هو ايه، علقة تفوت ولا حد تموت يعني كده كل مرة واحدة. ب2 جنيه عاوزه الناس بس يا ماما